أهلي الشوط الثاني يتعادل مع فريق زد لا هدف لكل فريق. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. النهاردة في قناتنا احنا بنحلل مباراة النادي الأهلي وفريق زد. قبل ما نحلل المباراة لازم نعرف موقف الفريقين في الدوري المصري عشان نعرف أهداف ودوافع كل فريق من المباراة دي إيه. الأهلي قبل المباراة كان بيحتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة، أما فريق زد فكان بيحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة. النادي الأهلي عنده طموح اللي هو يفوز على زد النهاردة عشان يبقى أول الدوري المصري، وفي المقابل زد عاوز يفوز على الأهلي عشان يحافظ على المركز السابع عشان يبقى من السبعة الكبار. يبقى كل واحد ليه أهدافه ودوافعه بالفوز بالمباراة. مين اللي استثمر المباراة النهاردة؟ بصراحة في الشوط الأول أهداف ودوافع فريق زد كانت هي اللي غلبة النادي الأهلي. فريق زد نزل محضر كويس أول المباراة، محضر بدنيا وتكتيكيا ونفسيا، وزي ما تقول قول. فريق زد كان نازل وهو حافظ تحركات النادي الأهلي وحافظ خطة يستر مدرب الأهلي. زد امتلك نص الملعب في أول 10 دقايق وعمل هجمة مرتدة جون في أول 10 دقايق. بعد كده رجع في آخر 30 متر من ملعبه وبقى بيقابل الأهلي. اتكتل قدام ال 18 وعمل ضغط على الأهلي في آخر 30 متر من ملعبه، وسد كل الطرق والمنافذ قدام الاهلي لدرجه اللي هو ضايق وخدع الاهلي طوال ال 35 دقيقه اللي فاضله من الشوط الاول. يقابلوا فريق الاهلي ببطء رهيب في الباص والتمريرات والتحرك من غير كوره، لدرجه ان الاهلي يعتبر ما دخلش ال 18 الا بتسديده مروان عطيه طلعها على لطفي من المقص اليمين. الكوره الثانيه عرضيه بالعمري يخش طاهر محمد طاهر مرتين، بيحطها في جسم علي لطفي. ده اللي حصل من النادي الاهلي طوال 45 دقيقه. الاهلي كان عاوز ايه من الماتش في الشوط الاول؟ انا بصراحه مش عارف والله، بس انا شايف ان النادي الاهلي نازل وهو يعني مستهزي وما عندوش دوافع للفوز بالمباراة في الشوط الأول. انتهى الشوط الأول 1-0 لنادي زد. والشوط الثاني الأهلي ضغط على نادي زد من أول دقيقة، وبصراحة يسترب من أول 10 دقائق في الشوط الثاني غير تغييرات، ولكن لغايه الدقيقه حوالي 75 وتغييرات الاهلي ما عملتش اي حاجه. ما زال لعيبه الاهلي بتمرر الكوره من الوينج اليمين لنص الملعب للوينج الشمال وهكذا ببطء شديد، وما فيش لعيب بيتحرك للتاني. لغايه الدقيقه يمكن 80 بدأ النادي الاهلي يتحرر من البطء بعض الشيء، وده بان في الكور الكتيره اللي تريزيجيه حاول يحطها جون، ولكن ما كانش معاه التوفيق. تريزيجيه في اخر ربع ساعه من الشوط الثاني بدا يحفز زمايله وبدا يشدهم، وده اللي سرع رتم فريق النادي الاهلي. بدات سرعه النادي الاهلي تزيد يمكن في الدقيقه 80 من الشوط الثاني بعرضيات من اليمين والشمال واختراقات من نص الملعب بفرص مهدره في منتهى الغرابه. مش هنقدر نقول غير اللي الاهلي ما كانش موفق اللي يجيب ولا كوره منهم جول لغايه الدقيقه 88 بجون ربنا كافئ بيه تريزيجيه. يطلعها على لطف عرضيه، يطلعها على لطف تضرب في تريزيجيه يقابلها جوه الجول. بعد كده النادي الاهلي حاول وتريزيجيه حط كره في العارضه ولكن ما كانش محظوظ. وده تقريبا ملخص الشوط الثاني والمباراه.
تعال بقى نشوف إيجابيات وسلبيات النادي الأهلي طوال ال90 دقيقة. الإيجابيات اللي هي عودة تريزيجيه وعودة زيزو. الحاجة التانية عودة روح الأهلي آخر ربع ساعة، يعني روح الفانلة الحمراء بدأت تظهر آخر ربع ساعة من المباراة. لعيبة الأهلي بدأت تستشعر اللي هي خلاص بتفقد الدوري. سلبيات الأهلي طوال ال90 دقيقة حدث ولا حرج. دفاع الأهلي وحش جدا، حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي مش موفق، وأنا مش عاوز أتحامل على محمد الشناوي أكتر من كده. وحابب أوجه كلمة لجمهور الأهلي. الأهلي فاضل له مباراتين في السيزون الأول و6 مباريات في السيزون الثاني، يعني 8 مباريات. أرجوك يا جماعة بلاش تحملوا محمد الشناوي فوق طاقته، بلاش نقد لمحمد الشناوي. ال8 ماتشات اللي فاضلين محمد الشناوي بدأ ينزل المباراة وهو مهزوم، احنا اللي هازمين محمد الشناوي. هزيمة محمد الشناوي هي هزيمة الأهلي، هو فقدان الدوري العام السنة دي. أرجوكم اقفوا مع محمد الشناوي الفترة ديت ودعموه وحفزوه، لأن محمد الشناوي لما يرجع معناها اللي الأهلي بيرجع والأهلي يفوز بالدوري إن شاء الله. كمان من ضمن السلبيات البطء الرهيب في الباص والبطء الرهيب في التحرك من غير كوره. كمان البطء واللامبالاه الغريبه في الضغط على المنافس. لعيبه الاهلي لما بتفقد الكوره ما بتضغطش، لا ده بتخايل اللي معاه الكوره بس بتجري جنبه عشان يبقى كل واحد عمل اللي عليه. وده تقريبا اللي حصل في مباراه الاهلي وزد. يا جماعه احنا ما احناش حمل خساره نقط كمان، احنا في انتظار مباراة الزمالك بكرة وبيراميدز، وربنا ييسر والفرقتين يتعادلوا عشان فارق النقط ما يزيدش اكتر من كده. زي ما عودتكم في اخر كل مباراة اللي احنا بنقيم اداء لاعيبة النادي الاهلي. محمد الشناوي 3، محمد هاني 5، يوسف بالعمري 7، ياسر ابراهيم 6، هاني رياض 5، مروان عطية 7، بن رمضان 2، إمام عاشور 5، بن شرقي 4، طاهر محمد طاهر 3، مروان عثمان 2، حسين الشحات 6، تريزيجيه 8، مان اوف ذا ماتش من وجهة نظري، زيزو 6، يستر مدرب الأهلي 5، محمد شوقي مدرب زد 10 من 10. شكرا لكم وإلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.